بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما فعلنا مع سورة البقرة حينما استخلصنا أهم مفاتحها، ومنها صفات يهود، ووصلنا بعد تتبعنا لآيات سورة البقرة وما أوردته حول تجربتهم إلى أنهم الظاهرة الشيطانية البشرية الموازية للظاهرة الشيطانية الجنية الإبليسية، شرها لا ينقطع وخطرها لن ينتهي، ووجودها يمد قوى الخير بطاقات التوتر والانفعال والحذر لئلا تغفل البشرية أو تعشو عن خطرهم فتهلك. نريد أن نتتبع في سورة آل عمران صفات ومفاتح القرآن في هذه السورة، ومنها صفات المجموعة الثانية من بني إسرائيل ألا وهم النصارى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم بدأت بمثل ما بدأت به سورة البقرة، وقلت هناك إن هذه الأحرف كأنها مصدر الإعجاز الأول الذي يهيئ الله به أذهاننا للتعامل مع القرآن الكريم والالتفات إلى آياته. فهذه الأحرف المقطعة هي أعلى نعمة من الله تبارك وتعالى بها علينا بعد أن جعلنا بشرا سويا وأن خلقنا أناسيا وبشرا. لماذا؟ لأنه كل الحيوانات وربما المخلوقات وحتى الرياح لها أصوات، ولكن لا نفهم من تلك الأصوات شيئا. لماذا؟ لأنها لم تقطع إلى أحرف. والله تبارك وتعالى حينما من على البشر بهذه القدرة، قدرة تقطيع الأصوات إلى أحرف ثم جمع كلمات من الأحرف ووضعها في جمل مفيدة، فقد فتح لنا سائر أبواب المعرفة: القراءة، الكتابة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، نون والقلم وما يسطرون، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فالبيان والقرآن والقراءة والكتابة وكل ذلك لو لم يعلمنا الله سبحانه وتعالى قضية تقطيع الأحرف، تقطيع الصوت إلى أحرف وجعل هذه الأحرف كلمات وعبارات، لما أمكن أن يحدث ذلك، ولما استطاع الإنسان أن يمتاز على الحيوان وبقية المخلوقات ويكون المستحق للخلافة في الأرض ولحمل الأمانة الإلهية فيها. ولكنها هذه النعمة ألف لام ميم. هناك في سورة البقرة بدأ بالتوكيد على صدق المصدر، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هنا بدأ ببيان التوحيد، لأن بني إسرائيل مع كل ما ذكر كانوا حينما
يصحون وفترات صحوهم قليلة على أصوات أنبيائهم أمثال سيدنا موسى وهارون عليهما السلام، فإنهم يوحدون الله ولا يشركون به. ولكن حينما يغفل عنهم أنبياؤهم أو يغادرونهم حتى إلى ميقات ربهم جل شأنه، فإنهم يضلون وينحرفون ويرتدون. أما النصارى فمسألة الشرك عندهم وتأليه سيدنا عيسى والزعم بأنه ابن الله هذه أساسية ومصاحبة لهم، وهي مفتاح من المفاتح التي سنقرأ بها هذه الظاهرة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم احتجنا للتوكيد في بداية عرض هذه الظاهرة وصفاتها وخصائصها إلى التذكير بوحدانية الله وبأنه سبحانه وتعالى الحي القيوم. الله لا إله إلا هو، لا عيسى ولا سواه. وسيقول له: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله واتقوه، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هنا يرجع للتأكيد على صدق المصدر. القرآن نزل عليك الكتاب بالحق، بالثابت لا ريب فيه، ليس فيه باطل، ليس فيه اختلاف. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ريبا، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه تناقضا. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. يبين خاصية من أهم خواص القرآن الكريم منذ البداية، ألا وهي خاصية التصديق. بعض الناس تبعا لبعض المفسرين الذين فسروا التصديق بأنه يعلن عن صدق التوراة والإنجيل ورسالات النبيين من قبل. هذا صحيح، ولكن أهم شيء في التصديق أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبما جاء به يعيد كل ما حرف في التوراة والإنجيل إلى حالة الصدق، فهو مصدق لما بين يديه، أي مرجع كل ما سبقه من كتب أو صحف نزلت على الأنبياء وتعرضت للتحريف، يرجع كل ذلك إلى حالة الصدق التي نزلت بها هذه الكتب وهذه الصحف من الله تبارك وتعالى، مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. فما بين يديه من صحف وكتب يعيده هذا الكتاب إلى حالة الصدق، ثم يضمه بين جناحيه ويهيمن عليه. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل أيضا هدى للناس، وأنزل الفرقان. فكأنه تكلم عن القرآن الكريم من قبل، نزل عليك الكتاب بالحق، ثم وضع التوراة والإنجيل، ثم عاد إلى الفرقان مرة أخرى. ففي الأولى بين أن هذا الكتاب سوف يقوم بعملية التصديق على كل ما سبقه، أي إعادته إلى حالة الصدق والهيمنة عليه، وإعادته إلى فاعليته من حيث الهدى من خلال القرآن الكريم،
وضمه لتلك الآيات الصادقة، وأنزل الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، لأنه كتاب أنزل بالحق، فهو يفرق بين الحق والباطل، فيستحق أن يطلق عليه بأنه فرقان، كما يطلق عليه قرآن بأنه يقرأ، وكتاب بأنه يكتب، وفرقان بأنه يفرق بين الحق والباطل. إن الذين كفروا بآيات الله التي جاءت في هذا الكتاب الذي نزله الله بالحق مصدقا لما بين يديه، وجاءت في هذا الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، ولن ينقذهم من عذاب الله بعد تكذيبهم بالكتاب الذي نزل بالحق، وبعد تكذيبهم بهذا الفرقان الذي فرق به بين الحق والباطل، لن ينقذهم من العذاب الشديد أحد. فالله عزيز بالغ أمره قادر على كل شيء، وأنه ذو انتقام سوف ينتقم من أولئك الذين كذبوا رسله وحرفوا كتبه ونسبوا إليه ما شاءوا من نواقص. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه ما عملوا، لا يخفى عليه ما حرفوا، لا يخفى عليه ما أضافوا وما حذفوا وما أوقعوا من كذب وتحريف. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا من أهل الأرض ولا من أهل السماء. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الآيات الأولى من سورة آل عمران، ونبين الحكمة في وضع الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل بين الكتاب والفرقان، وكأنه يريد أن يشير وينبه إلى عملية التصديق، أي إعادة ما أنزل في التوراة والإنجيل من حقائق صادقة ثابتة مطلقة سوف يحفظ في الكتاب الكريم، يحفظ في هذا القرآن، يحفظ في هذا الفرقان. والله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو يعلم ما حرف وما بقي كما أنزل، ما أصابه التغيير وما لم يصبه التغيير. ولذلك فإن تلك الثوابت لا خوف ولا خشية عليها، تلك الثوابت التي أنزلت في التوراة أو في الإنجيل، فإن القرآن الكريم سيضمها بين آياته، وسوف تكون بين الكتاب وبين الفرقان، وسوف تكون جزءا من هذا القرآن يصدق عليها، يعيدها إلى حالة الصدق ويهيمن عليها. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. بدأ الآن يدخل على الظاهرة النصرانية. الظاهرة النصرانية تقول بأن عيسى ابن الله، والدليل الوحيد فقط أنه خلق من غير أب، وما دام قد خلق من غير أب، والله تبارك وتعالى قد قال ونفخنا فيها من روحنا على أمه، وقال كلمة الله وروح منه، كلمة الله ألقاها إلى مريم، إذن فهو لا بد أن يكون شخصا مختلفا، فلا بد أن يكون ابن الله أو شريك لله سبحانه وتعالى
أو شبيه به أو ما شاكل ذلك. فبدأ يقول: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو القادر على أن خلق آدم، وسيأتي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، خلقه بدون أبوين، وحواء خلقها من آدم بأب لنقل هو آدم وبدون أم، وخلق عيسى من أم بدون أب. فما الخطأ في هذا؟ قدرة الله محيطة بذلك كله، وكل هؤلاء إنما هم آيات من آيات الله وعلامات ودلائل على قدرته. ثم قال جل شأنه: وأمه صديقة كان يأكلان الطعام وجعلنا ابن مريم وأمه آية، يعني كلاهما آية واحدة، هي باعتبارها أما له، وهو باعتباره ابن بدون أب، ولكن بالأمر الإلهي وبكلمة كن قد كان أصبح آية هو وأمه معا، ولم يقل آيتين، جعلهما كليهما آية. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا التصوير في الأرحام وفقا لمشيئة الله يفترض أن يقودكم إلى الإيمان به، وإلى نفي الشركاء عنه، وإلى الإيمان بوحدانيته إلها وربا وخالقا، وإلى الإيمان بصفاته كلها، بدلا من أن يدفعكم إلى الكفر. إلى هنا تنتهي المقدمة. هذه المقدمة التي هي الآيات الستة من ألف لام ميم إلى هو العزيز لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أعلنت التوحيد وبدأت به، وانتهت في الآية السادسة أيضا بالتأكيد على التوحيد. هناك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهنا كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن فالتوحيد المفتاح الأول الذي نجده هنا. المفتاح الثاني: نزل عليك الكتاب بالحق الذي هو القرآن، مصدقا لما بين يديه، مهمته التصديق على ما بين يديه وإعادته إلى حالة الصدق. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس فحرفها الناس وأضافوا وحذفوا إلى آخره، والكتاب سوف يعيدها إلى حالة الصدق ويهيمن عليها ويزيل عنها الباطل. وأنزل الفرقان، هو الذي يفرق بين الحق والباطل فيها. إن الذين كفروا بآيات الله من أولئك الذين حرفوا وزادوا وحذفوا واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هؤلاء الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز قادر على أن يعذب هؤلاء، وذو انتقام قادر على أن ينتقم منهم، وهو يعلم ما حرفوا ويعلم ما أضافوا، وقادر على إزالة ما حرفوا وإعادة تلك الكتب إلى حالتها التي أنزلت فيها صادقة كما أنزلت على أنبياء الله. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلا تقولوا عيسى ابن الله، ولا تقولوا عيسى شريك الله، ولا شيء من ذلك، إنما هو إنسان نشأ في رحم امرأة بأمر إلهي وفقا لقدرة الله التي لا يعجزها شيء، أن تخلق بأسباب أو بدون أسباب، أن تخلق من غير أبوين، أو من أب بدون أم، أو من أم بدون أب، أو بأي شكل من الأشكال، تخلق من تراب، تخلق من صلصال كالفخار إلى غير ذلك. المهم أنه هو جل شأنه المتصرف بذلك بحسب قدرته المطلقة التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء. ثم ينتقل بعد هذه المقدمة في التوحيد وفي بيان صدق المصدر الإلهي
ألا وهو القرآن الكريم الذي أطلق عليه كتاب وأطلق عليه فرقان لتلك المناسبات التي ذكرناها. هو الذي أنزل عليك الكتاب، هناك نزل عليك الكتاب في الآية الثالثة، هنا في الآية السابعة هو الذي أنزل عليك الكتاب المذكورة سابقا، الذي قال عنه نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية مهمة جدا وخطيرة جدا، وعلى كل مسلم أن يفهمها فهما جيدا، ونفهمها إن شاء الله معا بتفسير القرآن بالقرآن، لا باللجوء إلى أي تفسير آخر، وإنما هو القرآن المجيد يفسر نفسه. فانتبهوا إلي ولا تبتعدوا، ولا مانع أن يمسك كل منكم ورقة وقلما ويكتب إن شاء. قلنا هو الذي أنزل عليك الكتاب، وهناك قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. هو الذي أنزل عليك الكتاب، هنا الكلام عما في داخل الكتاب. فهناك حينما قال، انتبهوا معي جيدا، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وقلنا إنه وضع التوراة والإنجيل بين الكتاب الذي هو القرآن وبين الفرقان الذي هو القرآن كذلك، فكأنه أراد أن يشير إلى أن هذا القرآن سوف يضم كل ما سوف يعيده إلى حالة الصدق مما نزل على النبيين من قبل ويشتمل عليه، يعني يضعه بين جناحيه ليحفظ ولئلا يضيع منه شيء بعد ذلك، ولئلا يجترئ أحد على تحريفه أو تغييره أو الإضافة إليه أو الحذف منه. طيب، وهنا يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب، فمن هذا الكتاب الذي نزل بالحق آيات محكمات هن أم الكتاب، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته. حينما نقول أحكم البناء يعني بني بشكل قوي صلب متين ليس فيه أي خلل وليس فيه أي عيب من عيوب البناء. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أصل الكتاب الذي أنزل إليك هي هذه الآيات المحكمات التي أنزلناها عليك مباشرة. وأخر متشابهات، حينما مر بنا وقلت لكم انتبهوا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، وقلنا إن هذا الكتاب أي القرآن سوف يصدق على التوراة والإنجيل ويعيدها إلى حالة الصدق ويزيل كل تحريف قد أصابها من الأحبار والربانين ومن إليهم. فتلك هي الآيات المتشابهات التي تشبه ما في الكتب السابقة. فهناك آيات وردت فيما يتعلق بخلق السماوات والأرض، وآيات وردت فيما يتعلق بخلق آدم،
وآيات وردت فيما يتعلق بخلق عيسى وقصة مريم وما سوى ذلك، قصة موسى وفرعون، قصة بني إسرائيل والسامري والعجل الذهبي وما إلى ذلك، قصة القرية التي كانت حاضرة البحر. كل هذه موجودة أصولها في تلك الكتب، وجاء القرآن وأعادها إلى حالة الصدق واشتمل عليها. فهو قد تحدث في سورة البقرة عن الظاهرة الإسرائيلية وذكر قصصها الكثيرة والطويلة والعريضة، وذكرهم بما كان بينهم وبين فرعون إلى غير ذلك. والآن بدأ مع النصارى. فالآيات المتشابهات فسرت بتفاسير عديدة، والمفسرون عندنا ذكروا لها حوالي 9 معاني، وبعضهم ارتفع بها إلى 16 معنى. المحكم كذا، المحكم هو المفهوم، والمتشابه هو المبهم، المحكم هو الحلال والحرام، والمتشابه هو القصص، والمحكم كذا، والمتشابه هو الأمثال إلى غير ذلك. هذا كله كلام نحن لسنا بحاجة إليه عندما نفسر القرآن بالقرآن، ولا نفسره بالروايات المتناقلة عن أهل الكتاب خاصة. أخر متشابهات يعني موضوعاتها، لأنه هي أصلا كانت في الكتب السابقة وتم التصديق عليها وضمها إلى القرآن الكريم وحمايتها بالتصديق والهيمنة القرآنيين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.